السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة ودايما إن شاء الله بخير. النهارده الحقيقة عندنا خبرين. الخبر الأول وهو زيادة الأسعار الرسمية في شركة يانسن وإنجلندر عامة. بتاريخ القائمة الجديدة صدرت بتاريخ 3/11/2022. كان بقالنا فترة الحقيقة ثابتين على قائمة الأسعار الأخيرة اللي كانت بتاريخ 21/3/2022، لكن طبعا مع زيادة الدولار الأخيرة اللي كانت الحقيقة زيادة كبيرة، للأسف تم زيادة الأسعار ثانية. الخبر التاني معانا، واحنا إن شاء الله هنعمل لحضراتكم سلسلة فيديوهات طويلة وكبيرة لكيفية حساب إن شاء الله كل موديلات شركة إنجلندر ويانسن. لكن هنبدأ المرة دي، كنا عملنا قبل كده سلسلة قديمة عن أسعار شركة يانسن القائمة اللي فاتت. الآن دلوقتي هنعمل إن شاء الله سلسلة فيديوهات كاملة بشركة انجلندر والتابعة ليانسن وشركة يانسن، لكن هنبدأ بموديلات شركة انجلندر. سلسلة طويلة إن شاء الله، كل فيديو منفصل عن موديلات شركة انجلندر المختلفة، وسلسلة فيديوهات بعد كده إن شاء الله عن موديلات شركة يانسن. الأسعار كل موديل هنقول عليه نبذة سريعة، وهنقول إزاي كيفية حسابه بطريقة حساب المتر المربع، يعني حساب نضرب الطول في العرض في سعر المتر المربع، يطلع لحضرتك سعر المرتبة النهائي. طبعا الأسعار دي للمقاسات المتعارف عليها. المقاسات المتعارف عليها اللي هي 90 ومتر و120 140 150 160 170 180 ومترين. ده العرض المتعارف عليه. في الأطوال العادية بتبقى ثابتة دايما مترين أو 190 أو 195. يعني العروض عندنا اللي هي المعروف ومتعارف عليها في الطول الثابت اللي هو مترين او 195 او 190. اي مقاسات اخرى هنعيد تاني مع بعض: 90 ومتر 120 140 150 160 170 180 ومترين. دي العروض المتعارف عليها في الطول الثابت اللي بيبقى دايما ثابت مترين او 195 او 190. اي مقاسات اخرى بيتحسب لها مقاسات اخرى بسعر متر مخصوص، سعرها بيزيد طبعا. وهنقول لحضراتكم ازاي، بس هنحسب على المقاسات العاديه. المتر مخصوص هنعرفكم، لكن حضرتك ممكن تحسبها براحتك. وبرضو لو في المرتبه ليها فرمه او يعني رسمه بتترسم رسمه معينه، دي طبعا بيضاف عليها 750 جنيه. فاحنا دلوقتي هنبدا بالموديلات واقول لحضراتكم ازاي تحسب بطريقه سريعه تاني. العرض ايا كان، لو مثلا العرض 120 في الطول اللي هو مترين او 190 او 195، احنا كده هنثبت كده كده هنضرب في مترين. يعني لو الطول في 195 هنضرب في مترين، لو الطول في 190 هنضرب في مترين، لو الطول في مترين هنضرب في مترين. ده عشان حاصل الناتج النهائي يطلع سليم. 120 في مترين اللي هو برضو لو قلنا 190 او 195 هنضرب في مترين في سعر المتر المربع العادي في المقاسات العاديه، والمخصوص في المقاس المخصوص يطلع الناتج النهائي وسعر المرتبه التقريبي. لو في مثلا جنيهات هتلاقي حضرتك ساعات بنجمل وساعات بنقلل السعر عشان يطلع الناتج سليم يعني. ان شاء الله بعد كده موديل بالتفصيل، لكن احنا ادينا لحضراتكم عامه فكره عامه على اللي هنعمله ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، عشان حضرتك ما يبقاش عندك مشكله في الحساب. شكرا لحضراتكم، نراكم في الفيديو القادم. سلام عليكم.